قبل ما نبدأ يا حضرات احنا داخلين على حرب بين امريكا وايران في عام 2002 وده بجد مش هزار. وده فرق بين عقل واحد بيحاول يكسر السلاح والتاني بيكسر الفكرة اللي مخلياك واثق في السلاح. عبقرية مرعبة لما تقرر تحارب اعتمادية امريكا على التكنولوجيا اللي خلت امريكا في مستوى تاني خالص في الحرب. عارف ايه اللي حصل في سماء ايران يا حضرت؟ عارف النتيجة كانت ايه يا حضرت؟ من اليوم الاول لطبول الحرب بين ايران وامريكا جالي اتصال من صديق صوته كان فيه نبرة الانبهار المعتادة من القوة الغاشمة. قال لي يا نادر الموضوع خلصان، حركة واحدة من البي 2 الخارقة للطبيعة والحرب خلصت، كفيلة تمسح التاريخ الإيراني من الخريطة في يوم واحد. ورد عليه فتح نقاش استراتيجي طويل، والنقاش ده حضرت هو السبب اللي خلاني أكتب الحلقة دي. قلت له فاكر ألعاب الحروب الاستراتيجية اللي لعبناها زمان زي سترونج هولد وغيرها؟ صلاح الدين في اللعبة دي حضرت أنا اتعلمت درس اقتصادي وعسكري مرعب، درس أظن إن جنرالات البنتاجون وخريجين ويست بوينت محتاجين يدرسوه من أول وجديد. اللعبة دي علمتني إن إدارة الدولة بتعتمد على 3 أضلاع أساسية، لو اختل منهم ضلع واحد انت انتهيت: الاقتصاد والجيش ورضا الشعب. لو اهتميت بالاقتصاد بس جيش الخصم هيجي يحرق لك مصانعك ومزارعك وكأن لم يكن شيء، يعني غني بس الفلوس بتواجه رصاص فانت ميت. ولو اهملت الشعبية ورضا الناس تأثر على نفسية الجنود واغلب الشعب يسيب المملكة اصلا، ويبقى عندك عجز في تعزيز الجيش او الصناعة، وترسل الاقتصاد يقف وتبقى ملك في قلعة فاضية. ولو اهملت الجيش فطبيعي ان كل اللي فات ملوش لازمة لانك هتبقى لقمة طرية. انا لعبت اللعبة دي يا حضرات اكتر من 10,000 جيم، يعني حرفيا شفت كل سيناريو ممكن تتخيله لانهيار مملكة. ومن اغرب السيناريوهات اللي مريت بيها لما كنت باخد قرار ان ابني جيش النخبة، اروح اشتري اغلى واقوى الجنود واسلحهم باغلى واثقل الدروع واعمل وراهم اقتصاد واسع وضخم عشان اعرف بس اغطي تكاليفه. عارف ايه اللي كان بيحصل يا حضرت؟ اول مشكلة خسارة جندي واحد غالي قصاد 3 أو 4 جنود رخاص من الخصم كانت بتمثل انهيار اقتصادي كامل. الخصم بيفقد مجرد ارقام وانا بفقد ثروه. تاني مشكله ان انتباهي كله وتركيزي بيتشتت في حمايه الاقتصاد، لان اي ثغره صغيره فيه كانت زي عود الكبريت اللي بياكل الاخضر واليابس ويوقف كل عجلات الانتاج في ثانيه. لكن لما كنت بقلب الاستراتيجيه ابني اقتصاد منطقي يقدر يشتغل تحت اصعب الظروف، واستخدم جنود لا مؤاخذه رخاص بتكون تكلفتهم صفر بس بستخدمهم عشان اهلك بيهم جيش الخصم، كانت النتيجه دايما واحده: الخصم بيفلس. وفي لحظه واحده الاف البشر اللي عنده في القلعه مش لاقيين ياكلوا، لان الملك الغبي صرف كل فلوسه على التسليح ونسب طون الناس. الشعب بيثور ويسيب القلعه ويمشي، الاقتصاد بينهار ما يعرفش يطلع جندي واحد تاني، وانا بابسط وارخص جنود عندي بدخل اولع في المدينه بتاعته كلها وهو قاعد بيتفرج عليا ومش قادر يعمل اي حاجه. وهنا نبدا يا حضرات نطرح الاسئله المهمه: امريكا اللي بقت ارض الاحلام والمواطن فيها بيقبض اعلى اجر في العالم، هل الشعب ده مستعد يدخل في حرب اقتصاديه وحرب استنزاف طويله عشان خاطر جنون شويه جنرالات، ولا هيسيب المملكه ويمشي؟ وهل لما شعبك يثور عليك وعجله اقتصادك المدلع تتجمد هتقدر وقتها تبني ثروه للحرب او تحرك جيش او تصين طياره ب2 مليار دولار؟ الاسئله كتير والسيناريوهات كلها بتقول حاجه واحده تحطها حلقه في ودنك: لا يرتبط النصر ابدا بالدوله التي تمتلك اقوى اقتصاد. وهنا انا قفلت مكالمتي مع صاحبي برد بسيط على وهم الطياره الخارقه. قوه البي 2 مش في الطياره نفسها، قوتها في المنظومه اللي شايفاها وبتحميها وبتغذيها. ولو المنظومه دي اتكسرت الطياره الخارقه دي تتحول لقطعه حديد في الجو. يعني ايران ممكن تضرب قواعد الاتصالات والصيانه والقواعد العسكريه المجاوره وطائرات تزويد الوقود، فماذا لو طارت الطائره ولم تجد ما تهبط عليه؟ اهلا بيكم حضرات في حلقه جديده من برنامج نادر العاصمه. قبل ما نبدا يا حضرات احنا داخلين على حرب بين امريكا وايران في عام 2002 وده بجد مش هزار، فعايزك تنزل تكتب في التعليقات مين المنتصر في معادله زي دي، عشان الكومنت ده هيكون بمثابه توقيعك الخاص، عشان بعد ما القصه تخلص نقول نخبه العاصمه قالوا. الحضارات اللي مبهوره بالبي 2 والاف 35 هيشوفوا ان كلامي ده مجرد فلسفه العاب وكلام مصاطب او حتى تهوين مني على الضعف وقله الحيله. خليني احكي لك واقعه حقيقيه حصلت في سنه 2002، واقعة المفروض تدرس في كتب الفضائح العسكرية. الجيش الأمريكي قرر يعمل أعقد وأضخم مناورة عسكرية في تاريخه بالكامل، سموها تحدي الألفية. اتعملت من 24 يوليو ل 15 أغسطس 2002 وشارك فيها تقريبا 13,500 عسكري، واتقسمت بين 9 مواقع فيهم قوات حية و17 موقع فيه عمليات محاكاة. التجربة دي حضرت كانت هجين بين محاكاة تكنولوجية وتدريبات جيش وقواعد عسكرية حقيقية بتشارك في التجربة. الهدف الرسمي كان
كان اختبار افكار الحرب الحديثه زي اساليب القياده والسيطره، واختبار شبكه المعلومات، والقدره على ضرب الخصم بسرعه قبل ما يستوعب. والهدف المعلن لانشاء التجربه كان اختبار الجيش الامريكي في حرب مستقبليه وشامله ضد عدو غير تقليدي في الشرق الاوسط بين قوسين ايران. وصرفوا على التجربه تقريبا 250 مليون دولار. تخيل مسرح حرب كامل، قاعات، جنرالات، خرائط، عمليات، شاشات، اوامر حقيقيه، يعني قوات حقيقيه بتتحرك في اماكن تدريب. وفي نفس الوقت جزء كبير من المعركه بيتحسب على انظمه محاكاه عسكريه، يعني لما سفينه تتضرب في التمرين مش بتغرق في البحر فعلا، لكن نظام المحاكاه بيقول السفينه دي اتضربت وخرجت بره الخدمه، اعتبرها غرقت. ولما طياره تطلع، صاروخ يتضرب او قاعده تتشل، في لجنه عسكريه قاعده بتسال هل ده منطقي؟ هل السلاح يوصل؟ هل الدفاعات تلحق؟ هل الخساره تحصل؟ وبناء على الاجابه الحرب الافتراضيه تكمل. يعني باختصار دي مش لعبه، ده عقل المؤسسه العسكريه وهي بتجرب نفسها. وكان في 3 اطراف في المحاكاه: الفريق الازرق وده بيمثل امريكا بتكنولوجيتها وشبكتها واقمارها الصناعيه وراداراتها وطائراتها، والفريق الاحمر وده بيمثل عدو الشرق الاوسط، دوله خياليه على الورق لكن اي حد كان عنده عينين كان فاهم ان هي ايران. والفريق الاحمر كان بقياده جنرال قديم لكن ذكي جدا اسمه بول فان ريبر، وده ما دخلش التجربه عشان يجامل خيال البنتاجون، ده داخل عشان يلعب دور العدو كما سيكون فعلا. والطرف الثالث وهو الفريق الابيض وهو الحكام اللي بيوقف اللعبه ويحسب النتائج، بيقرر مين ضرب مين اتدمر، مين لسه واقف. وهنا تبدأ الكارثة لما أمريكا بدأت تشغل أجهزة التصنت والتشويش الإلكتروني عشان تعمل عدو. الجنرال بتاع الشرق الأوسط ببساطة قفل كل الرادارات وأجهزة الاتصال بتاعته، خرج تماما بره السيستم اللي هم متفوقين فيه. استخدم موتوسيكلات عشان يبعت رسائل ورقية لباقي الجنود، واستخدم إشارات ضوئية من فوق المآذن بتاعة الجوامع عشان يدي إشارات بالهجوم. يعني موقف جنود فوق مآذن الجوامع دورها بس إشارة التحرك. تكنولوجيا أمريكا اللي بمليارات الدولارات ما بقاش ليها لازمه، هم بيدوروا على اشاره الكترونيه والعدو شغال بالنور والورق. الجنرال بول بدل ما يدخل مباراه تكنولوجيا ضد تكنولوجيا خرج من المباراه اصلا. وهنا التكنولوجيا الامريكيه بدات تواجه سؤال جارح: ماذا لو الخصم لم يعطيك بيانات كافيه عشان تهزمه؟ ماذا لو العدو فهم ان قوتك قائمه على رؤيته فقرر ان لا يظهر؟ وفي اللحظة اللي الفريق الأزرق كان فاكر فيها إنه ماسك الخريطة، الفريق الأحمر قرر يضرب. احتسي رشفة قهوة يا حضرة عشان المزيكا اللي هتسمعها دي. وفجأة من غير ما حد يحس والفريق الأزرق قاعد ورا شاشات بيحاول يدور على أي إشارة يلقطوها، فان ريبر أطلق الجحيم. شن سيل من الهجمات الغير متوقعة والفوضوية، صواريخ بتضرب على الأسطول البحري من السواحل، مراكب خشب صغيرة مخصصة للصيد المدني فجأة تتحول لمنصة إطلاق. دي كانت الفكرة المرعبة، الهدف اللي باين عادي فجأة يتحول لتهديد. طيارات منخفضة الطيران دون أي اتصال لاسلكي عشان تفلت من الرصد وتربك الصورة وتعمل فوضى في السماء. زوارق صغيرة سريعة محملة بالمتفجرات تعمل هجمات انتحارية على حاملة طائرات بحرية. الرادارات الأمريكية المتطورة متبرمجه تلقط سفن كبيره وطيارات لكن مش قادره تشوف دبان ماشي على وش الميه. عارف النتيجه كانت ايه يا حضرت؟ في 10 دقايق بس غرق الاسطول الامريكي الافتراضي بالكامل 16 سفينه بحريه حسب بعض التقارير، منهم حامله الطائرات التي لا تقهر. وخد الصدمه بقى يا حضرت، لو دي حرب حقيقيه كان مات 20,000 جندي في اول 600 ثانيه. عبقريه مرعبه لما تقرر تحارب اعتماديه امريكا على التكنولوجيا وتشل حركاتهم بالشكل ده. وده فرق بين عقل واحد بيحاول يكسر السلاح والتاني بيكسر الفكره اللي مخلياك واثق في السلاح. الجنرالات في واشنطن اتجننوا. عارف عملوا ايه يا حضرت؟ عملوا ريستارت، يعني اعاده المحاكاه من البدايه، وقالوا يا عم بول احنا عاملين محاكاه بمليارات الدولارات عشان تقضيها موتوسيكلات وزوارق. مش قلنا 100 مره ما حدش يلعب بوازيك؟ وامروه بفتح اجهزه اللاسلكي بتاعته ويحارب بطريقه تكنولوجيه عشان طبعا يعرفوا يهزموه بدل الفضيحه دي. الجنرال طبعا فحل استقال من المناوره وقال لهم انتوا بتعملوا مسرحيه مش حرب. بس يا عاصمه ده كان زمان سنه 2002، لكن دلوقتي كل صناع المحتوى والخبراء بيمضوا ويبصموا ان طياره الاف 35 قادره على اباده شعب بالكامل. الطياره الملقبه بالصاعقه وملكه السماء اللي خلت امريكا في مستوى تاني خالص في الحرب. طب خد دي بقى حضرتك، وكأن القدر بعت لي هديه للحلقه دي مخصوص عشان اثبت عنوانها ومضمونها في ارض الواقع. في فجر يوم الخميس 19 مارس 2026 زي ما انتشرت الاخبار وزلزلت وكالات الانباء، اضطرت طائره اف 35 اي تابعه للسلاح الجوي الامريكي انها تعمل هبوط اضطراري في قاعده اقليميه في الشرق الاوسط بعد ما اتصابت اصابه مباشره اثناء مهمه قتاليه في اجواء ايران. والكلام ده حسب ما نقلته شبكه CNN ونقلته
عملته DW. عارف ايه اللي حصل في سماء ايران يا حضرة؟ الدفاع الجوي الايراني نفذ عمليه استدراج تكتيكي تدرس في اكبر الاكاديميات العسكريه. درون رخيص جدا لكن معدل بطريقه تكنولوجيه عشان يعمل زغلله ويزعج عين الرادارات، فظهر على شاشه طيار الاف 35 كانه صيد سمين. يعني الدرون ده مطلع اشعاع بيقولوا انه طياره متطوره او تهديد خطير لازم ينزل يتعامل معاه فورا. الطار الامريكي وبسبب غرور التكنولوجيا اللي معمي بيه وعشان يتاكد ويضرب الهدف بدقه 100% عمل غلطه فادحه في تاريخ الطيران الحديث. قرر ينزل من الارتفاع العالي المنيع لطائره الاف 35 اللي هو اصلا سر قوتها وينزل للمستويات المنخفضه. ومجرد ما البرنسيسه نزلت تحت كان مستنيها كمين بدائي جدا، صاروخ كتفي بسيط بيعتمد على البصمه الحراريه، لان طياره زي الاف 35 بتطير بالسرعه الخارقه دي اكيد ليها محرك بيطلع حراره جهنميه. يعني الصاروخ الحراري ده لو اعمى هيشم ريحتها ويروح لها. وبالفعل تم اصابتها لكن قدرت توصل لقاعده مجاوره في الاقليم ده حسب التقارير. طب ازاي عاصمه عرفوا ان الطياره اصلا في المجال الجوي بتاعهم عشان يجهزوا لها الفخ ده؟ هجيب لك بقى عمك بولي يجاوبك. الطياره فعلا صعب تتشاف وتترصد على الرادارات المتطوره، لكن عادي جدا وسهل تتشاف بالعين المجرده من اول لحظه طارت فيها من القاعده المجاوره، وكان بيتم التبليغ عنها وخط سيرها باستمرار من المنارات والعساكر اللي واقفين رصد على الارض. نفس المنطق البدائي اللي كسرهم في 2002 بيتكرر في 2026. في وقت السلم التكنولوجيا بتديك برستيج ولقطات حلوه، لكن في وقت الحرب بتديك فاتوره تشغيل تكسر الظهر. مش معنى ان عندك اف 35 وبي 2 انك تقدر تطير في السماء طول اليوم. المقاتلات دي مش اسلحه صلبه تستحمل بيئه صعبه، دي ساعات سويسريه في غايه الحساسيه. الطياره دي حضرت عشان تطير ساعه واحده بس في الجو محتاجه قدامها من 30 ل 50 ساعه صيانه وتجهيز على الارض. انت متخيل الكارثه اللوجستيه؟ يعني لو الحرب طولت انت نص اسطولك على الارض بيتصين، ومهندسين بمرتبات فلكيه بيفحصوا الشرائح بالكمبيوتر عشان خايفين من رطوبه الجو او عفر التراب. السلاح التكنولوجي مصمم للعمل في بيئه معمليه معقمه، لكن الحرب قذره فيها غبار رطوبه وطين. الجنود الاعلى تسليحا في العالم بينزلوا الميدان يكتشفوا ان سلاحهم الاحدث ده غير قابل للمناخ الصعب. الرادارات الحساسه بتتعمي من عاصفه رمليه، والانظمه الالكترونيه بتهنج من شويه رطوبه، في حين ان الخصم ضد التكنولوجيا دي يملك الاستمراريه بارخص المعدات واصلابها. وعشان تفهم الفيزياء دي وتعرف ان الكلام ده مش نظري، خلينا ارجع بيك بالزمن ل 1980 لقصه تاريخيه بتثبت ان التراب والمناخ الصعب قادر يذل اعتى تكنولوجيا في العالم. امريكا قررت تنفذ عمليه سريه بالغه التعقيد لانقاذ رهائن في طهران، سموها عمليه مخلب النسر. البنتاجون حشد للعمليه دي اقوى واحدث مروحيات عسكريه وقتها، الار اتش 53 دي، مروحيات عملاقه متطوره وفيها انظمه ملاحه متطوره جدا. الخطه كانت انهم يدخلوا بالليل ويهبطوا في عمق الصحراء الايرانيه في موقع سموه صحراء واحد. عارف ايه اللي حصل يا حضرة؟ الجيش الايراني ما كانش يعرف اصلا بالعمليه، ما ضربش رصاصه واحده. الخصم الوحيد الحقيقي اللي واجهه امريكا كان المناخ. هبت عاصفه رمليه صحراويه المعروفه باسم الهبوب. التكنولوجيا العسكريه الامريكيه المتطوره حصل لها عمى كامل. ذرات الرمل الناعمه دخلت في فلاتر المحركات وبدات تسد مجاري الهيدروليك. نظام التبريد في المروحيه الاولى ضرب، والمروحيات الثانيه انظمه الملاحه الالكترونيه فيها اتعمت تماما، والمروحيه الثالثه حصل لها عطل قاتل هيدروليكي بسبب الرمل. من اصل 8 مروحيات متطوره دخلت العمليه، 3 خرجوا بره الخدمه تماما بسبب شويه تراب. الرئيس الامريكي وقتها جيمي كارتر اضطر يدي امر بالغاء المهمه تماما بسبب الفشل التكنولوجي. ومش بس كده، ده اثناء الانسحاب في الضلمه والتراب مروحيه منهم خبطت في طائره امداد سي 130 وانفجرت الدنيا ومات 8 جنود امريكيين، وسابوا وراهم جثث وحطام واسرار عسكريه وسط الرمل. فشل بربع مليار دولار، سببه ان التكنولوجيا المعقده ما خدتش في حساباتها قذاره المناخ. وده بالظبط اللي بنقوله حضرتك، انت جايب مكنه حساسه مصممه بتفاصيل دقيقه وعايزه تحارب في العفره والتراب ودرجه المناخ اللي بتعدي 50 درجه. النتيجه ان التكنولوجيا بتبقى هي الكمين اللي الدوله بتغرس فيه، والخصم بيملك الاستمراريه لانه شغال باللي يناسب المناخ الصعب. بعد ما هدمنا الصنم الماكينه لازم ندخل جوه عقل الجندي اللي شايل السلاح. التكنولوجيا مش بس غلت ثمن المعدات، دي غلت
وغلت تمن الدم ودخلت الجيوش المتقدمه في فخ سيكولوجي قاتل. بص بوضوح للمشهد يا حضرة، الجندي الاغلى اجرا في العالم هو بالفعل الجندي الاكثر هشاشه في مواجهه الاستنزاف الطويل. الجندي في الدول المتقدمه هو عباره عن استثمار بشري وسياسي مكلف لاقصى درجه، وراه خطط تامين وخطط تقاعد، شقق فاخره ومستقبل مرفه مستنيه. الجندي ده عنده حياه قيمه جدا عايز يرجع لها، هو مش رايح يضحي، هو رايح ينفذ مهمه كانه موظف في شركه ويرجع يقبض الشيك بتاعه ويستمتع بالرفاهيه. عارف ده بينعكس ازاي في ارض المعركه؟ غريزه البقاء دايما عنده بتسبق غريزه القتال، عقله شغال دايما حسابات للمخاطر. انا حياتي غاليه وليها ثمن، ايه اللي يخليني اغامر بيها؟ اطلب دعم جوي ينسف المنطقه بالكامل ولا ان اجازف بنفسي. الجندي لو اتخدش خربوش واحد الراي العام جوه بلده بيتقلب وثقه الشعب بتتهز، والدوله تدفع تعويضات ومعاشات تكسر الميزانيه. الدوله هناك بتمضي على شيكات مع كل جندي بتبعته الميدان. اعكس المشهد بقى 180 درجه وبص على المقاتل في الجهه الثانيه. الموضوع هنا ملوش اي علاقه بفقر او غنى، القصه قصه عقيده وسيكولوجيه مقاتل مختلفه تماما. المقاتل ده مش جاي عبر المحيطات والبحار عشان ينفذ مهمه ويرجع، العدو هو اللي جاله لحد عنده، هو واقف وسط ارضه بيحمي بيته وعياله بنفسه. التكنولوجيا هنا ما فخختش عقل المقاتل ده ولا عمته بالغرور المزيف ولا الامان الوهمي زي الجندي الاولاني اللي متعود ان الزرار والاسلحه والتكنولوجيا هي اللي بتحل وبتفكر مكانه. لكن المقاتل بتاعنا عقله واعي مربوط بغرائز الارض الحقيقيه وحواسه 100% في الميدان. هو لا يملك اي حياه اخرى خارج الميدان لان ارضه اتحولت للميدان. يعني لو تراجع خطوه واحده عياله واهله اللي هيدفعوا الثمن فورا. اللحظه دي بالنسبه له يا حضره هي القيمه المطلقه والمعنى الحقيقي للدفاع والوجود. وعشان تتاكد ان سيكولوجيه الدفاع عن البيت والاهل هي اللي بتكسر اعتى تكنولوجيا، خلينا ناخدك لسنه 93، اليوم اللي اتكسرت فيه هيبه اعتى قوات نخبه في العالم. في شوارع الصومال معركه مقديشو، امريكا بعتت اشرس واغلى جنود عندها، قوات الدلتا فورس وقوات الرينجرز، جنود متسلحين باحدث دروع ونظارات رؤيه ليليه، والكمبيوتر بيوجه خطواتهم، ومعاهم غطاء جوي من مروحيات بلاك هوك المرعبه. المهمه المفروض كانت تاخد ساعه واحده بالكتير، القبض على قاده محليين. عارف حصل ايه يا حضره؟ المعادله التكنولوجيه اتكسرت لما مروحيتين من بلاك هوك اتضربوا بصواريخ كتفيه وبدائيه، وقعوا في وسط حواري ضيقه. هنا جنود النخبه اضطروا ينزلوا على الارض ويدخلوا خناقه شوارع، وتحولوا من قوه مرعبه لمجموعه محاصره. انت هنا بقى مش بتحارب جنود زيك، انت بيتضرب عليك رصاص، عيال بتحدف عليك طوب، راجل قاعد مخنوق في البيت طلع يضرب فيك. بقيت تهديد صريح لحي وشارع لازم يواجهك. هنا غريزه الدفاع عند الشعب مش هتقعد تفكر قد ايه الخصم متطور تكنولوجيا، لا هم هينزلوا يحلوا، شغالين بغريزه الدفاع. يعني عقيده لحظيه، هجموا من كل زقاق ومن ورا كل حيطه لانهم ببساطه بيحموا وجودهم الحالي. جنود النخبه الامريكان برغم دروعهم والتكنولوجيا اللي مغطياهم اصابهم الرعب. الجندي الامريكي واقف بيحارب وهو مفزوع من فقدان الاولويه القصوى ليه، التكنولوجيا والتسليح التقيل. انت متخيل حضره الصدمه النفسيه والثقافيه وهو بيفكر في اخر مشهد ليه على شواطئ ميامي، ودلوقتي سامع لغه مش فاهمها وسب دينه ومزنوق في حاره، لا هو عارف يروح يمين ولا شمال ولا فاهم الشارع ماشيه ازاي. ايه يا عم البنيه التحتيه اللي انتوا جايبيننا نعرف فيها دي؟ وعدو مش محدد، هو اي حد عدو ليه. والاسوأ انه بيحارب انسان ما عندوش خيار التراجع لانه في عقر داره. والنتيجه حضره مات 18 جندي من صفوه الصفوه واتسحلت جثثهم في الشارع قدام كاميرات التلفزيون. المشهد ده حضره لما اتعرض في واشنطن عمل زلزال وصدمه للراي العام الامريكي. الشعب عندهم ما استحملش ثمن الدم الغالي. الرئيس الامريكي بيل كلينتون وامام الضغط النفسي والاجتماعي ده اصدر امر عاجل بانسحاب الجيش الامريكي بالكامل. وهنا تدرك ان نفس اللي بيحمي بيته واولاده دايما اطول واكتر من المحتل المتباهي بقوته. الضلع الثالث والاخير هو النظام، وهنا نوصل لقمه الفخ الاقتصادي اللي بيقضي على الامبراطوريات العظمى، الحفره اللي بيحفروها بنفسهم وهي لعنه تكلفه التشغيل. زي ما شرحت لك في اول الحلقه يا حضره، الدول المتطوره عامله بالظبط زي الساعه السويسريه المعقده، الاف التروس والرقائق المتصله ببعض بدقه مذهله، بس لو شريحه واحده صغيره تعطلت او خط امداد وقف الساعه كلها اتحولت لحته حديد ملهاش لازمه. الدول المتطوره برضو عداد مصاريفها ما بيقفش ثانيه واحده، سواء في حاله حرب او سلم هو كل يوم مجبر يدفع مبالغ فلكيه، رواتب جنود، عقود صيانه تكنولوجيه فلكيه، وتامين بنيه تحتيه معقده. النظام ده متبرمج على الدلع والنمو المستمر، مش مبرمج على التحمل والوجع. عشان كده الهزه البسيطه عنده بتعمل زلزال في البورصه، الفاتوره الثابته عنده ضخمه ومفيش فيها فصال، والداخلات عنده لو قلت ثانيه واحده الماكينه كلها تبدا تنزف من جوه وتفلس. اعكس المشهد بقى وبص على النظام البسيط. النظام ده من الصعب جدا ايقافه او شل حركته لان مفيش حاجه فيه لتعطيلها اصلا، البنيه التحتيه بدائيه، فلو قطعت عنه كهرباء او ضربت له خط التاثير ده مش هيوقف حياته، مهما خبطت فيه رميته في الطين في المطر
هيفضل صلب وبيأدي وظيفته ويهد سقف قصرك المرفه فوق دماغك بأقل تكلفة. الامبراطوريات التكنولوجية ما بتسقطش لأن الخصم أقوى منها عسكريا في الميدان، بتسقط لأنها بتصبح أثقل من إنها تشيل نفسها وتتحمل فاتورة بقائها. التكلفة المبالغ فيها لإبقاء الماكينة المعقدة دي شغالة في وسط حرب استنزاف هي اللي بتحسم مين الفائز اقتصاديا قبل انتهاء المعركة العسكرية بكتير. في النهاية حضرة النصر في الحروب الحقيقية ملوش علاقة بمين يمتلك أقوى اقتصاد أو أحدث رقاقة إلكترونية أو شاشات بتلمع في غرف مكيفة. النصر ليه علاقة بسؤال واحد العاصمة دايما بتطرحه وبتوزن بيه مصير الأمم، مين يقدر يتحمل الوجع لفترة أطول. أمريكا صنعت صنم الإعلام بالطائرات الشبحية والصواريخ العابرة للقارات وخلت العالم كله يستسلم ويصدق إن هي القوة المطلقة، لكن في الحقيقة الصنم ده بيتكسر في كل مواجهة حقيقية. أمريكا خسرت قدام إيران سنة 2002 من غير ما تدخل حرب حقيقية على الأرض، والأمر اتكرر تاني قدام عيوننا لما ترامب صرح وهدد أكتر من مرة في 2025 وفي 26 إنه هينهي إيران ويمسحها من الوجود، و24 ساعة و12 ساعة عدت الأيام ومرت الشهور ما عملش أي حاجة. التاريخ واقف شاهد ومسجل. دخلوا العراق بكل جبروتهم ودفعوا الثمن غالي واضطروا ينسحب، غرزوا 20 سنة كاملة في طين وصخور أفغانستان وفي الآخر هربوا في الليل وسابوا وراهم كل حاجة. وحتى في فلسطين أعتى وأقوى تكنولوجيا على كوكب الأرض واقفة بقالها سنين مشلولة وعاجزة قدام شعب أعزل. مهما مر الوقت يا حضرات الفشل هو العنوان الوحيد لأمريكا، لأنهم في كل المرات دي ما كانوش بيحاربوا جيوش نظامية بتمشي بكتالوج، هم كانوا بيواجهوا روح. الروح ما بتتحسبش على شاشات الكمبيوتر يا حضرت، والروح ما بتتمسحش بصاروخ ذكي. التكنولوجيا تقدر تطفي نور، توقف محرك طيارة، بس صعب تهزم روح بتدافع عن وجودها وأرضها. وتحياتي يا حضرات، وأينما كنتم فالعاصمة وجهتكم. اتفضل يا حضرت.